السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف السادس الإعدادي، أهلا وسهلا بكم على قناة علاء هشام. لو أنت أول مرة بتسمعني لازم تبقى عامل لايك واشتراك وتصلي على النبي. هنا على القناة دي بنشرح فيها مادة العلوم وبنقول كل حاجة تخص الصف السادس الإعدادي. في الفيديو ده أنا جايب لك أنا عملت إيه علشان أجيب وبالفضل الله والحمد لله 97% في تالتة إعدادي، وجبت نصايح كتير من صحابي ومن زمايلي اللي في السنة دي اللي لسه معدين واصلين أولى ثانوي علشان أفيدك في الفيديو ده بأكبر استفادة. وعلشان الحاجات اتغيرت والسنين اتغيرت، بس انت كده كده نظام قديم، فانت زي ما انت يعني ما تقلقش. عندك 5 مواد. لازم اقول لك الاول انت عندك ايه الاول، وبعدين اقول لك تعمل ايه علشان تقفل وتعمل ايه في نظام يومك وتعمل ايه لو مراكم والحاجات دي كلها. عندك 5 مواد: عربي، انجليزي، دراسات، علوم و انا قلنا كده عربي وانجليزي ودراسات وعلوم، واخر حاجه اللي هي الرياضه. ايوه الرياضه. 5 مواد دول لو قلت لك ان ال5 مواد دول كلهم بتحتاجهم في الثانويه وفي الكليه مش هتصدقني، ما عدا العربي طبعا. لو انت عام لو انت ازهر بتوع وتكمل معاك، لكن ال5 مواد دول كلهم بيمشوا معاك في ثانوي وفي جامعه، فانت لازم تبقى متاسس فيهم كويس جدا، لان ثانوي والجامعه معتمد تماما تماما على النظام بتاع ثالثه اعدادي والنظام بتاع الأساس بتاعها. يعني زي مثلا العلوم بتحتاج حاجات في التحويلات، وبتحتاج حاجات في القوانين، وبتحتاج حاجات في الفيزيكس والكيمستري والبيولوجي، فأنت لازم تبقى فاهم الحاجات دي كلها يعني. الثانوي بتتفصص بقى وتدخل شوية لمراحل أعمق من كده. نفس النظام في الرياضة، نفس النظام في الإنجليزي. الإنجليزي اللي بتحارب الإحساس ده لازم تبقى حافظ فيه كلمات وجمل و vocabulary وحاجات من كده كتير. نفس النظام برضو طبعا الدراسات لا مش معتمد عليه شوية، بس معتمد على ان انت بتعرف تحفظ ولا لا. اولا انت بتصحى طبعا لازم يكون نظام صحيانك. انا عارف ان اصعب حاجة في يومك دي انك تصحى الفجر، لازم ولابد انك تصحى الفجر. يعني الوقت بيبقى طويل معاك، الوقت ده بيبقى فيه بركة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بورك لأمتي في بكورها. البكور ده اللي هو صلاة الفجر، طبعا عشان تصلي الفجر في جماعة وتصليه في وقته هي حاجة صعبة جدا، وأنا عن نفسي بعافر. عشان معروف طبعا ان بيبقى عليك ضغط كتير في السنه دي، لان اهلك والمدرسين واصحابك وزمايلك السنين اللي عدت بيفضلوا ضاغطين عليك علشان فكره ان مدارس ستيم مدارس متفوقين تخش مدرسه تانية مدرسه لغات. كل ده بيحتاج منك مجهود كبير، وثانوي عام برضو كل ده بيحتاج منك مجهود كبير جدا. وفي ناس تبقى حلمها وطموحها انها تخش مدارس زي مدرسه ستيم مثلا. لو عايزين طبعا تعرفوا مدارس ستيم يعني ايه. ستيم اسمها مدرسه ستيم يعني ايه، قولوا لي في تعليقات وانا ان شاء الله اشرح لكم يعني ايه مدارس ستيم وازاي بتدخلها وازاي عايزه مجموع قد ايه والحاجات دي كلها. فانت لازم تبقى مهتم بالسنه دي لان سنه مهمه جدا. زي ما قلت لك هي شهاده زي اي شهاده. حتى بعد كده شهاده ثانويه برضه، فهي اسمها برضه شهاده، فهي حاجه صعبه ما تستهونش بيها. وفي ناس ما ولا تستصعبها قوي، يعني حاجه عاديه. خلي مذاكرتك ماشيه كويس. طبعا طريقه المذاكره هقول لك دلوقتي يعني ايه تعمل ايه في طريقه مذاكرتك. اولا انا كنت بحب اخد من كل جزء حبه، من كل ماده جزء، او من كل ماده حبه. يعني في ال5 مواد كنت باخدهم في اليوم. مثلا الصبح اقسمها على مادتين، من فتره من الفجر لحد الظهر كنت اقسم على مادتين زي العلوم، وزي اخد معاها ماده ايه مش حفظ، ماده فهم زي العلوم، واخد معاها ماده حفظ زي العربي. ده الصبحيه. اخد جزء من ايا كان بقى درس صفح بقى، لو عايز تحسبها صفح بس انا كنت باخدها بدروس. كنت اخلص الدرس وابدا احل عليه شويه، اخلص اخش على الماده اللي بعدها زي ماده العربي، اخد درس احل عليه شويه. طبعا ده لو مذاكره قبل كده، لو مش مذاكره قبل كده بقسم الدرس على جزئين اتنين بالظبط. اخد نص الجزء ده واحفظه تمام واخلص الجزء ده، اخش على الجزء التاني في الدرس اخلصه، وبخلص الدرس اخش على حل التمارين، ونبقى كده فنشت الدرس الاول. اخش على الدرس التاني مع نفس النظام كده للدرس التالت، اخلص الوحده اراجع عليها من اول وجديد اجيبها كلها. وببدأ أحل على الوحدة كاملة علشان ما انساهاش. هكذا يبقى اليوم هيبدأ من الفجر. في الظهر طبعا لو عندك درس هتروحه، لو عايز تريح شوية هتريح. العصر لو عندك دروس هتروحها وتيجي. هتيجي امتى مثلا؟ هتيجي على المغرب. أو دروسك بقى العشاء يبقى تذاكر العصر. لو دروسك العصر تذاكر العشاء. بعد هنقول مثلا دروسك العصر لأن الأغلب كده، وهنروح بعد العشاء. بعد العشاء ناخدها على مادة، ومادة طبعا هكون واخدها إيه؟ واخدها في فترة المغربية. مادة مثلا مادة زي الدراسات. مادة بقى المادتين، فاضل مادتين كده اللي هم هاخدهم بعد العشاء، اللي هم مثلا زي احنا خدنا مثلا العلوم والعربي والدراسات، هاخد بقى الانجليزي والرياضة بعد العشاء. اخد جزء كده من الانجليزي، حاجة كده خفيفة على جزء من الرياضة. الرياضة صعبة شوية فبتحتاج تركيز جامد، فهي هخليها قبل الانجليزي، وفي الاخر انهي بانجليزي واريح دماغي وانام بدري. انام اخري مثلا الساعة 10 11 12. طب لو سهرت عن كده
وبتزعل أوي لو سهرت وكده يوم وعدى خلاص، بس حاول قبل كده بعد كده تنام بدري. طب في ناس بتشقلب يومها، تشقلب يومك بقى دي عايزة حوار تاني. طالما انت ماشي بنظام معين وكل حاجة معينة فانت تمام، لكن أهم حاجة في يومك وأهم حاجة في الفيديو ده إنك تعمل نوتس ومهام تخلصها في اليوم. أهم حاجة النوتس دي تكتب مثلا فيها 5 مهام لازم أخلصهم النهاردة: أحفظ قرآن، أذاكر كذا من جزء كذا في كذا، أذاكر جزء كذا في كذا، أذاكر نفس النظام كده، وتكتب المواعيد بتاعتها. وأول ما تخلص تعمل صح على جنب الحاجة اللي أنت خلصتها عشان ده يديك حافز أكتر إنك تكمل في تخلص المهام كلها. طب في يوم ما خلصتش المهام دي ما تزعلش، ما تزعلش، عادي بتحصل كتير. بس ده كان أهم حاجة في الفيديو. دي النصائح اللي أنا قدمتها لك والحاجات اللي أنا كنت بعملها في يومي. خد السنة ببساطة وسهولة وما تصعبش الدنيا، أقول إن الدنيا سهلة وخفيفة. بس ده كان كل فيديو، ولازم تبقى عامل لايك واشتراك، وطبعا تابعنا عشان احنا بنشرح فيها مادة العلوم، ولازم تبقى مشترك في القناة يا عزيزي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى لكم كل التوفيق.